أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده شبه هنكمل كلامنا على فانكشن وهنشرح حاجة مهمة وهي الأوبشنال بارامتر. وطبعا زي ما معودكم علشان نفهم الأوبشنال بارامتر فاحنا محتاجين مثال باستخدام الأوبشنال بارامتر ومثال بدون استخدامها. فتعالى نعمل الكلام ده. فأنا دلوقتي يا شباب لو جيت قلت لكم أنا عايز أعمل فانكشن، من خلال الفانكشن دي بتتيح لي إن أنا أعمل مثلا بوست على الفيسبوك. فأنا محتاج أدي الفانكشن ديت البوست بتاعي اللي هو الكلام اللي أنا هكتبه. بعد كده محتاج أديلها إيه؟ محتاج أديلها الاسم بتاعي علشان المستخدمين التانيين يعرفوا إن الرسالة ديت خاصة مثلا بعبد الرحمن. فأنا هقوم طالع بره المين فانكشن، أكتب الفانكشن بتاعتي، فأكتب أول حاجة كلمة void، بعد كده اسم الفانكشن بتاعي، ولازم يدل إيه على الحاجة اللي بتعملها. فأنا أسميها مثلا بوست. بعد كده أحط الأقواس والكيرلي براكتس. جوه الكيرلي براكتس هعمل إيه؟ هعمل الكود بتاعي اللي عايزه يشتغل. هعمل مثلا برنت للرسالة بتاعتي، هكتب هنا المسج. بعد كده هعمل برنت لإيه؟ هعمل برنت للاسم بتاعي، فتعالى نكتب هنا النيم. ولما انا احب استدعي الفانكشن ديت هروح اعمل ايه؟ هكتب الاسم بتاعها عندي في المين، هي اسمها بوست فهكتب كلمة بوست. ولما اجي اعمل رن طبعا هتطبع لي الرسالة والاسم. طيب تمام، تعالى بقى نخلي الفانكشن ديت تستقبل مني متغيرات علشان ادي قيم للمتغيرات دي لما انا اجي استدعي الفانكشن. فانا اول حاجة محتاج اديلها ايه؟ string المسج. تاني حاجة محتاج اديلها وهي string النيم. وبكل بساطة هروح على المسج، احط المتغير بتاعي هنا، هعمل دولار ساين المسج، وفي النيم هعمل ايه؟ دولار ساين النيم. بعد كده هروح على الفانكشن بتاعتي اللي انا استدعيتها علشان ادي لها قيم المتغيرات اللي انا انشئتهم هنا. فانا اول حاجه عندي string المسج، فهكتب مثلا I love coding. تاني حاجه محتاج ادي لها وهي الاسم بتاعي، فانا مثلا اسمي كان عبد الرحمن، هكتب مثلا عبده. فلما اجي اعمل run هتلاقي طبعت لي I love coding وطبعت لي ايه؟ طبعت لي كلمه عبده. فحلو قوي. بس تعالى نخلي الاسم هنا فوق الرساله. اعمل run تاني، هتلاقي طبعت لي كلمه عبده و I love coding. حلو قوي. طب انا دلوقتي لو جيت قلت لك ان مثلا في فيسبوك لما انت بتنشر بوست على جروب معين، مش انت بيكون عندك الامكانيه ان انت تظهر الاسم بتاعك او ما تظهروش؟ وفي حاله لو انت ما ظهرتلوش فبيكتب لك كلمه ايه؟ مجهول. طب انا عايز اعمل الكلام ده عندي في فانكشن، عايز اخلي المتغير دوت يكون عندي اوبشنال بارامتر، عشان مثلا لو انا حبيت ما اديلوش الاسم بتاعي، ففي حاله لو انا ما اديتلوش الاسم بتاعي يكتب لي كلمه مجهول. طب انا اعمل كده ازاي؟ تعال اقول لك تعمل كده ازاي. اول حاجه بتروح على المتغير بتاعك اللي انت عايزه يكون اوبشنال، يعني اللي انت عايزه يكون اختياري يا تدوله ما تدلوش، بتحطه ايه؟ في سكوير براكتس. فانت اول ما تحطه في سكوير براكتس يظهر لك ايرور. ليه الايرور ده يا شباب؟ تعال افكرك بالنال سيفتي. انت عندك في المتغير ده كنت انت لازم لما تستدعي الفانكشن هتديله القيمه، انما لما انت خليت المتغير دوت اوبشنال فلما انت تستدعي الفانكشن يا اما هتعطي قيمه للمتغير دوت او مش هتعطيله. فطبعا النال سيفتي هتمنعني ان اعمل كده. ليه هتمنعني؟ لان مينفعش يكون عندي متغير قيمته نال. طب انا احل المشكله دي ازاي؟ اول حاجه كنا محتاجين احنا نخلي المتغير دوت nullable، يعني احط علامه استفهام علشان اعرف النال سيفتي ان المتغير دوت ممكن يشيل قيمه نال، ممكن يشيل قيمه فعليه. بعد كده بروح اعمل جمله اف، اعمل تشيك. لو كان النيم كان يساوي نال، ففي الحاله دي هتعمل ايه؟ هتعمل النيم هيساوي ايه يا شباب؟ هيساوي كلمه مجهول. فانا دلوقتي خليت لو كان النيم دوت بيساوي نل، يعني لو انا ما اديتش قيمه للمتغير دوت فهو يخزن كلمه مجهول في النيم. طب تعالى نستدعي الفانكشن وما نديش قيمه للمتغير ده. هعمل مثلا بوست، هعمل ايه؟ I love coding تاني مثلا، I love coding. وزي ما انتوا شايفين انا كتبت بس قيمه المتغير الاول ومع ذلك ما ادانيش ايرور. طب ليه ما ادانيش ايرور؟ لان المتغير دوت انا لازم اديهوله، والمتغير التاني اللي عندي يا اما هديهوله يا اما ما اديهولوش. طب ما تيجي نعمل كده رن ونشوف يعمل معانا ايه. فزي ما انت شايف طبع لي كلمة مجهول لان انا ما اديتش القيمة المتغير. بعد كده طبع لي ايه؟ المسج بتاعتي او البوست بتاعي. طب تعالى نستخدم الفانكشن دي تاني وهدي قيمة للمتغير بتاعي، هكتب مثلا I love coding تاني برضه، وهدي اسم تاني بقى، هكتب مثلا واعمل رن.
هتتلاقي طبعا لي إيه أحمد و I love coding، وفي الرسالة اللي فوق كان طبع لي مجهول لأن أنا ما عطيتش قيمة للمتغير بتاعي هنا. فحلو أوي. فإحنا كده خلينا function بتاعتنا عندها متغير optional parameter، يا إما هديله قيمة يا إما مش هديها له. وفي حالة لما أنا ما اديهالوش فأنا بعطي قيمة للمتغير دوت علشان لو أنا ما اديتهالوش يطبع لي القيمة ديت. طب في حل تاني أحسن من إن أنا أعمل جملة if؟ كنا اتكلمنا عليه، إن أنا هكتب المتغير بتاعي وهعمل علامتين استفهام وبيساوي القيمة بتاعتك اللي أنت عايز تديها له. فأنا هكتب مثلا مجهول، لما أجي أعمل run برضه هيديني نفس الناتج. طيب حلو أوي. طب في هل حل تاني؟ يعني أنا مش عايز أعمل الكود ده، هل في حل تالت إن أنا أقدر أدي قيمة للمتغير بتاعي من غير ما أنا أعمل هنا تشيك مثلا؟ ممكن تعمل كده إن أنت تروح على المتغير بتاعك وتديله القيمة هناك. فأنا هكتب النيم بيساوي مجهول، فأنا كده عملت المتغير دوت أوبشنال. في حالة لو أنا ما اديتش قيمة للمتغير بتاعي فالمتغير ده بيساوي إيه؟ بيساوي كلمة مجهول، القيمة اللي أنت هتديها له. طب لو أنا اديتها له خلاص يا عم شيل كلمة مجهول ديت وحط القيمة اللي اليوزر هيدخلها لك. فلما أجي أعمل رن برضه هتلاقي برضه بيعمل نفس الكلام. وفي حاجة كمان عايزك تعرفها، إن أنت لما تعمل اوبشنال بارامتر، يعني لما تعمل متغير يا إما هتدي له قيمة أو مش هتدي له قيمة، فأنت في الحالة دي لازم تخلي المتغير ده في الآخر. يعني ما ينفعش تخليه في الأول وفي قيمة بعده، أو برضه ما ينفعش تعمل متغير بعده. يعني مثلا لو عملت هنا string أي كلمة مثلا هنا كده هتلاقي جايب لك ايرور. ليه جايب لك ايرور؟ لأن أنت عملت اوبشنال بارامتر، فأنت لازم تخليه في الآخر. يعني ما ينفعش تعمل متغير بعده أو تخليه في الأول، لازم الاوبشنال بارامتر دوت يكون في الآخر. فتعالى نرجع الكود زي ما كان، هتلاقي المشكلة عندي اتحلت. بس يا شباب ده كان فيديو النهاردة احنا عرفنا ايه هي الاوبشنال بارامتر، وعرفنا ازاي نخلي فانكشن فيها متغير اوبشنال ان انا عن طريق بحط المتغير بتاعي دوت في ايه، في سكوير براكتس. بعد كده بحط علامة استفهام لان المتغير دوت ممكن يشيل قيمة نل ممكن لا. طب في حالة لو هو شال قيمة نل فخلاص حط القيمة دي يا عم. طب عكس كده يعني اليوزر دخل قيمة عندي فخلاص يا عم خد القيمة اللي اليوزر هيدخلها لك حطها عندي في المتغير. وبس كده يكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.